بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وقوة إيمان. النهاردة الحلقة كده الإيه بقى؟ الخامسة من قصة الطمع والظلم، الطمع اللي أدى للظلم. قصة حنان وسيف أخوها اللي مش عايز يجوزها عشان الفلوس. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهت الحلقة اللي فاتت على إن حنين بتسأل أخوها فؤاد وبتقول له يعني إيه؟ أنا ملاحظة إن أنت مهتم بيها. قال لها أقول لك بصراحة؟ قالت له قول. قال لها أنا معجب بيها وتقريبا كده بحبها. طب وهتعمل إيه؟ قال لها أنت اللي هتعملي. قالت له أنا هعمل إيه؟ قال لها أنت بس إيه؟ عايزك تجسي لي النبض كده تشوفي هي عندها قبول ولا لأ. قالت له أهم من القبول أخوها اللي ما بيوافقش على أي عريس ده. قال لها لأ، أنا بيتهيألي إن هو مش هيلاقي حجة يرفضني. هم عارفيني وعارفيننا ومش محتاجة أي كلام، مش هيلاقي أي سبب يرفضني عشان. قال لها شوفيها أنت بس كده وبعدين ربنا يسهل. بدأت حنين، اتبسطت طبعا إن حنان هتبقى مرات أخوها لأنها بتحبها جدا، فبدأت لما تيجي حنان تعمل نفسها هتقوم تعمل أي حاجة وتسيبهم هما الاتنين يتكلموا كام كلمة كده بالكتير 5 دقايق، لحد ما بدأت حنان تتعلق فعلا بفؤاد، وبدأوا هما الاتنين فعلا تنشأ بينهم مشاعر كتير جميلة، وتقريبا كده ايه أفصحوا عن المشاعر دي. راح أول فؤاد ما خلص راح قايل لحنان إن هو ايه، والحنين أخته برضه إن هو هيروح يتقدم لها. واخويا مش هيوافق انا عارفه. قالت له لا. قال لها لا ان شاء الله يوافق. راح فؤاد وقابل اخوها وقعد معاه وطلب ايدها. قال له حاضر هنرد عليك. راح سيف قعد مع مراته نرجس هاني. انا مش عارف اقول ايه، يعني اللي فاتوا كنت بحاول اطلع اي حجه، لكن ده مش عارف اطلع اي حجه، مش لاقي فيه ولا عيب اقوله. قالت له لا في عيب. قال لها ايه هو بقى العيب؟ قولي لي. قالت له مش اختك كانت بتروح لاخته يقعدوا مع بعض عشان هم اصحاب؟ قال لها اه. قالت له طيب لو احنا وافقنا دلوقتي على الجواز الناس هتقول ان هي كانت ماشيه معاه وعارفاه وما كانتش بتروح لاخته، دي كانت بتروح عشان تقابله، صح؟ قال لها اه صح. قالت له طيب يبقى الناس هتمسك في سيرتنا، لكن لو رفضت يبقى كده صح. احنا ما كانت بتروح لاخته، بتروح لاخته لكن ما فيش بينهم اي حاجه. بصوا يعني بتلاقي لأي حاجة سبب، أي سبب. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم طبعا لعبت في دماغه زي ما بتلعب فوافق. قال لها خلاص، وراح باعت لفؤاد إن هو مش موافق من غير حتى ما يرجع لحنان ولا يقول لها. هو بيتصرف كده أكنه هو يعني هو مسؤول عنها بقى، يبقى خلاص. راحت حنان بتزور حنين وقاعدة معاها. حنين قالت لها ده اخوكي رفض فؤاد من غير ما يقول لي، من غير مش عارف ايه، رفضوا ليه؟ وروحت على البيت جارية متزربنة. راحت واقفة لاخوها تسأله انت ايه اللي بيخليك ترفضه؟ ارفض مين؟ ترفض فؤاد؟ مش جه وطلبني وعايزني بحلال ربنا على سنة الله ورسوله، بترفضه ليه؟ ومن غير ما تقول لي كمان، مع ان انت عارف ان انا عايزاه وموافقة بيه. قال لها ما هو مش هينفع اوافق بيه. ليه بقى ان شاء الله؟ في عيب ايه بقى؟ ما انت كل اللي فاتوا كنت بتطلع فيهم عيوب، هتطلع في ده عيب كمان ايه بقى؟ ولا هي القصه ان انتوا عايزين نقعد معاكوا عشان تفضل مستولي على كل حاجه؟ انت فاكرني مش فاهمه؟ انا عارفه ان انت بتسرقني وبتاخد فلوس بتاعتي. ما تقوليش كده عشان ما اذيكيش، ما هي دي الحقيقه. قول لي رفضته ليه؟ راحت مراته طالعه زي الحربايه كده قايله لها ما هو احنا لو وافقنا الناس هتقول ان انت كنت بتروحي مش عشان حنين، عشان تقابلي فؤاد، والناس هتمسك سيرتك. قالت لها يا سلام، طب ما هو جاي يطلبني على سنة الله ورسوله، ناس مين بقى اللي هتمسك سيرتي؟ قال لها نرجس بتتكلم صح، انا رفضت عشان الناس ما تمسكش سيرتنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تتكلم مهما تتكلم، خلاص هو أخوها، خلاص هيرفض. قالت له على فكرة أنا فاضل كام شهر وهتم 21 سنة وهتجوزه، وممكن أتجوزه غصب عنك واخد كل حاجتي اللي معاك دي. وهي قالت له كده وهو اتجنن وركبه 100 عفريت ونزل فيها ضرب. نرجس طبعا الحنونة، بس كده يا سيف ما تعملش كده، تضرب أختك اللي أعز عندك من ولادك. كانوا خلفوا بنت كمان بقى، فبقى عندهم بنتين، والبنتين بيتعلموا طبعا. راحت ماشية من قدامه وحاولت بقى تتجوزه بأي طريقة. قابلته وقالت له إن هي موافقة على الجواز ومش عايزة أخوها يعني يأثر في علاقتهم، وإن فاضل لها كام شهر ويبقى عندها 21 سنة وساعتها يتجوزوا. قال لها أنا هروح لأخوكي تاني وأطلبك تاني ومش هيأس لحد ما يوافق. راح بالفعل مرة تانية وطلب إيديها تاني، لكن برضو أخوها رفض. بقى يكلم ناس كبيرة في البلد وليها وضعها يبعتهم عشان يقنعوه، وبرضو رفض. الناس بدأت بقى تقولها بصراحة كده في وشه، انت مش عايز تجوز اختك عشان فلوسها. ما بقاش برضو فارق معاه. تمت 21 سنة، راحت قابلت فؤاد وقالت له تعالى نتجوز من غير موافقة اخويا ونحطه قدام الامر الواقع. قال لها ما ينفعش، انا مرضاش لاختي كده، وبالتالي مرضالكيش كده. انا بحبك ومرضاش حد يمسك سيرتك، وبعدين انا مش غريب عشان نكتب كتابنا ونمشي. انا ابن البلد ومرتبط بيها وهقعد فيها واعيش فيها، مش هينفع اعمل كده خالص. يعني لا ليكي ينفع ولا ليا ينفع، احنا الاتنين ما ينفعش نعمل كده. طب والحل هنعمل ايه؟ قال لها انا هروح له تاني وتالت، اصبري بس. راحت سايباه وماشيه، وهو يروح مره واتنين ويبعت ناس مره واتنين وتلاته، مفيش. راحت قابلته مره تانيه وبعدين بتقول له على فكره اخويا مش هيوافق، لو رحت له 100 مره ولو بعت له البلد كلها، هو اخويا عايز فلوسي عشان يوافق. قال لها طب بس اصبري شويه كمان. صبر شويه كمان ده فضلوا صابرين كده هما الاتنين لحد ما عدى سنتين. سنتين وهو فؤاد مستنيها وعنده امل اخوها يوافق. اخوها بقى لما لقاها متمسكه بيه قوي كده وهو كمان متمسك بيها والبلد كلها عرفت، قال لها ايه بقى؟ قال لها طب انا هقول لك حاجه يا حنان. قالت له اتفضل. قال لها عايزه تتجوزي فؤاد؟ قالت له قال لها طيب اكتبي لي نص الورث بتاعك وانا وافق واجوزك واوديكي لحد عنده. قالت له مش هقول لك يا ست التلت والتلتين. قالت له اكتب لك ليه بقى ان شاء الله؟ هو انت كنت ابن امي معايا وانا ما اعرفش؟ اكتب لك ليه فلوسي وورثي؟ قال لها خلاص انت حره، عايزه تتجوزيه هو ده شرطي، مش موافقه خلاص اديكي قاعده منورانا. بكل برود وبكل جبروت وبكل ظلم. راحت قالت لمين؟ لفؤاد. شفت بقى ان اخويا طماع بيقول لي اكتبي لي نص ثروتي وانا اوافق تتجوزه. قال لها اكتبيها له، اكتبي له نص ثروتك وتعالي نعيش حياتنا. انا مش هخليكي عايزه حاجه صدقيني، انا الحمد لله مرتاح وعندي فلوس وعندي وظيفتي ومش هخليكي عايزه حاجه. اكتبي له نص ورثك وتعالي نعيش. ويوافق ونتجوز قدام الناس كلها ونفرح، العمر بيجري. وبصراحه امي وابويا عمالين يقولوا لي يلا عايزين نفرح بيك. انا ما قالت له بدل ما تقول لي وتقف جنبي وتساعدني احتفظ بورثي. قال لها هنعمل ايه؟ هقف جنبك اعمل ايه؟ واقف جنبك ازاي وهو اصلا مش موافق؟ اللي انت بتقوليه ده مش هينفع، ده حل كويس. قالت له لا انا شايفه ان ده مش حل كويس. قال لها طيب انا هروح له المره دي كمان، هروح له مره كمان، لكن بعد كده انا خلاص مش هقدر استنى تاني، لان للاسف الشديد امي وابويا مش سايبيني في حالي.
قالت له لا وما تروحلوش كمان مرة، خلاص على كده أنا اللي مش عايزة. وزعلت وراحت ماشية. روحت طبعا تعيط ومتضايقة ومخنوقة ومش عارفة تعمل ايه لحد ما عدى شهر، شهرين، 3، 4، 6 شهور، ولقت فرح في الشارع كبير جدا جدا. فرح مين؟ فرح مين؟ فرح فؤاد. راحت يا حبيبتي ما قدرتش تمسك نفسها وراحت تبص على الفرح. تبص على الفرح لقيت فؤاد واقف، صحيح مش سعيد ولا مبسوط ولا كده، لكن عروسته واقفة جنبه ترقص وتهيص وتفرح وطبعا هي واقفة تعيط وقلبها مجروح. كان زمان أنا اللي واقفة كده، منك لله يا سيف، طب والله ما هسيبك، لازم انتقم منك وأذيك، لازم انتقم منك وأذيك. وراحت مروحة قاعدة تفكر هتعمل ايه. طبعا تمت 21 سنة، كانت فاكرة ان هي هتستلم حاجتها منه بقى ومالوش عندها حاجة. ما نفعش طبعا. الكلام ده ممكن يحصل في المدن، لكن في الأرياف لا، هي تحت رعاية أخوها خلاص، ولا 21 ولا 22. ولاده خلصوا الثانوية، بناته الاتنين دخلوا الجامعة، خلصوا الجامعة، واقفين بقى بيبارك لهم وهم بيباركوا له، كلهم قاعدين مع بعض وهي قاعدة معاهم. والحوار الآتي داير ايه بقى؟ مبروك يا حبيبتي خلصت الجامعة، مبروك يا حبيبتي انت كمان خلصت الجامعة. يا بابا الحمد لله البركة فيك، ما انت اللي دايما تقول ان التعليم مهم. ايوه امال ايه، انا التعليم عندي اهم حاجة في الدنيا، ما ينفعش. راحت امها قالت لها عقبال العريس بقى يا حبيبتي. قالت لها لا، عريسي لازم انا اختاره. ابوها قال لها طبعا لازم تختاريه، ولازم تكوني بتحبيه وهو بيحبك، وانتوا الاتنين موافقين ومقتنعين ببعض. قاعدة هي بقى حنان سامعة الكلام، التعليم مهم، امال حرمتنا انا ليه؟ ما انت دخلت بناتك، حرمتنا انا ليه؟ والعريس لازم تكون بتحبه ويكونوا مقتنعين، امال حرمتنا انا ليه من فؤاد؟ والله لازم انتقم منك، لازم انتقم منك، وهفكر وانتقم منك في اعز حاجة عندك. قاعدة سرحانة، راحت بنت اخوها، كانوا صراحة البنتين بقى قريبين لها قوي وبتحبهم جدا وبيقعدوا معاها كتير. هو ما كانش بيخليها تخرج تروح حتى شمال ولا يمين الا لما يكون يعني المشوار ضروري جدا، ويدوب في البلد كده، ما تروحش بره ولا حاجة عشان ما تتصرفش اي تصرف. فكانت احيانا لما تيجي تخرج حد من بناته يكون خارج وتخرج معاه. ولحد فين؟ كانوا لما يسألوها يا عمته ما اتجوزتيش ليه؟ تقول لهم ابدا اسألوا ابوكم. يروحوا يسألوه يقول لهم اصل هي مش عايزة اي حد، يعني هي ملهاش مزاج للجواز، ويتوه الموضوع. المهم بقى البنت بتقول لها ايه يا عمته انت سرحانة في ايه؟ فين الهدية بتاعتي؟ قالت لها يا حبيبة قلبي ما انت عارفة ان عمتك هديتها مش كلام ومش اي حاجة والسلام، لازم هديتها تكون حاجة قيمة كده وحلوة. اصبري بس وانت هتشوفي الهدية اللي هتجيلك هتبقى هدية جميلة. وقعدت تفكر تأذيه ازاي. لقيت مفيش حاجة اغلى عنده من بناته الاتنين. يا نهار ابيض، هأذيه في بناته؟ انا بحبهم وهم مالهمش ذنب، بس هم اللي هيوجعوه. بس اذيهم ازاي بقى؟ فضلت تفكر بقى هتأذيهم ازاي، يا ترى هتعمل فيهم ايه؟ مالهمش ذنب بس ذنبهم ان ابوهم سيف. هتعمل فيهم ايه؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية. استنوني الحلقة اللي جاية. سلام.